كان هناك رجل يواجه العديد من المشاكل. في أحد الأيام سأل رجلا حكيما عما يجب أن يفعله، فقال له الحكيم أن يعتني ب50 جملا لليلة واحدة، وعندما تنام جميع الجمال يمكنه أن ينام أيضا. وافق الرجل وبدأ الليل محاولا جعل جميع الجمال تنام. في اليوم التالي سأل الحكيم الرجل: هل نمت؟ أجاب الرجل بحزن أنه لم يتمكن من النوم. بعض الجمال نامت والبعض الآخر لم ينام. ابتسم الحكيم وقال: إذا لم أكن مخطئا فما حدث طوال الليل هو أن العديد من الجمال نامت من تلقاء نفسها، وكثير من الجمال نامت بسبب جهودك، وبعضها لم ينم حتى بعد محاولتك لجعلها تنام. أجاب الرجل: نعم، هذا بالضبط ما حدث. ثم قال الحكيم: المشاكل في الحياة تشبه ذلك، بعضها يحل من تلقاء نفسه، وبعضها يحل بجهودك، وبعضها لن يحل حتى بجهودك. لذا اترك هذا النوع من المشاكل للوقت، حل المشاكل أو اتركها، لكن لا تعش مع